بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده إن شاء الله بناخد الحروف المقطعة في أوائل السور أو الأحرف النورانية. خلينا ناخد مدخل بسيط عن الأحرف النورانية. كتاب الله سبحانه وتعالى هو كتاب هداية وإرشاد أنزله ليكون المرجع لكل هذه الأمة، ولكن أنزل من ضمن ما أنزل آيات فيها أسرار خفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. حظنا منها هو الإيمان بأنها كلام الله وأنها من عند الله وأنها فيها معاني الله أعلم بها، ونتعبد فقط بتلاوتها وترديدها. ولنا إذا ما تلوناها على كل حرف 10 حسنات كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فمن هذه الصور التي ابتدأ بها الله بعض الحروف المقطعة، وهي 14 حرف. هذه الأحرف المقطعة جمعها بعض العلماء في عدة جمل. مثال: نص حكيم قطعا له سر، أو نص حكيم قاطع له سر، أو صله سحيرا من قطعك. هذه الأحرف ال14 مجموعين في إحدى هذه الجمل أو أي من هذه الجمل، بتحتوي على 14، وهي الحروف المقطعة في السور أو الأحرف النورانية. طيب، كيف نقرأ هذه الأحرف المقطعة أو الأحرف النورانية في القرآن الكريم؟ عند قراءة هذه الأحرف بتنطق أسماؤها ساكنة الآخر دائما وأبدا. الحرف الأخير من الحرف المقطع بيكون ساكن، مع مراعاة ما يأتي من إدغام أو إخفاء. طيب، كيف ننطق اسم الحرف؟ هناك فرق بين نطق الحرف نفسه ونطق هجائه. يعني لما نقول مثال كلمة طابع، فعند قراءتها بنقرأها طاء باء عين، هجاؤها بيكون طابعين. كتب، هجاؤها يكون كاف تاء باء، وهكذا. إذا هجاء الأحرف المقطعة بيكون في صورة هجائية. الأحرف المقطعة في أوائل الصور زي ما اتفقنا هم 14 حرف، وقعت في فواتح 29 صورة، وهي على 5 أنواع: حروف أحادية، وحروف ثنائية، حروف ثلاثية، وحروف رباعية، وحروف خماسية. الحروف الأحادية جاءت في 3 صور، هي صورة قاف وصاد ونون. أما الحروف الثنائية جاءت في 10 صور، وهي طه وطاسين وياسين والحواميم ال7. وحروف ثلاثية في ال13 صورة، ألف لام ميم في 6 صور، وألف لام راء في 5 صور، وطا سين ميم في صورتين. وحروف رباعية مثال: ألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء. وحروف خماسية اللي هي كاف هاء عين صاد وحا ميم عين سين قاف. طيب، حكم الحروف دي بتنقسم الحروف الهجائية الواقعة في أوائل الصور ال14 إلى 4 أقسام. القسم الأول قسم يمد مدا لازم، يعني يمد 6 حركات. وتعريفه هو ما كان هجاؤه على 3 أحرف أوسطها حرف مد وبعده ساكن أصلي. لابد أن يكون من 3 أحرف أوسطها حرف مد وبعده ساكن أصلي. عددها في القرآن هي 7 أحرف، ومجمعة في سنقص لكم أو كما كم عسل نقص، ولكن العين عندنا في عسل يعني لها تفسير آخر أو تفصيل آخر هناخده بعد كده. ولكن سنقص لكم أو كم عسل نقص هي حروف المد اللي بيمد 6 حركات مد لازم، باستثناء حرف العين لأن فيها وجهان هناخد تفصيلها فيما بعد. القسم الأول منها بيجوز فيه الإشباع والتوسط، اللي هو مد اللين اللازم، وهو ما كان هجاؤه على 3 أحرف أوسطها حرف لين
وهو حرف العين وبعده ساكن أصلي، وهو حرف واحد فقط، هو حرف العين الواقع في مريم مشهورة، الواقع في مريم في كاف هاء عين صاد، وفي الشورى في عين سين قاف. الوجه المقدم في الأداء هو المد 6 حركات أو الإشباع، والعين هنا لا يقال أنها مد لين، لأن مد اللين طبعا بيقع في حرف اللين قبل سكون عارض للوقف، فبنسميه مد اللين اللازم. طيب، وقسم بيمد مد طبيعي، وهو ما كان هجاؤه على حرفين فقط، ثانيهما حرف مد لعدم وجود ساكن، يعني بعد حرف المد ما فيش ساكن. عددها هما 5 أحرف، ومجمعة في حي طهر، اللي هما الحاء والياء والطاء والهاء والراء. وهذه الأحرف بيجوز قراءتها على وجهين، إما أن تنطق هجاؤها بالهمز اللي هي حاء ياء طاء هاء راء، والهجاء الآخر هو أن تنطق بدون همز حا يا طا ها را. في القرآن بتنطق بدون همز فقط، بتنطق حا يا ضا ها را، إلا حرفين فقط. وقسم لا يمد أصلا، وهو ما كان هجاءه على 3 أحرف ليس أوسطها حرف مد أو لين، وهو حرف واحد فقط، هو حرف الألف. والعلامة الجمزوري كان بيقول في تحفة الأطفال: واللازم الحرفي أول الصور وجوده وفي 8 انحصر، يجمعها حروف كم عسل نقص، وعين ذو وجهين والطول أخص، وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، فمده مد طبيعي ألف، وذاك أيضا في فواتح الصور في لفظ حي طاهر قد انحصر، ويجمع الفواتح 14 سله سحيرا من قطعك ذا اشتهر. والمعنى أنه خرج من شرط المد اللازم الحرفي كلما ليس هجاؤه على 3 أحرف وكمان حرف الألف، وجمعهم في قوله حي طاهر، لأن الألف هجاؤها على 3 أحرف ولكن ليس فيها مد، والأحرف ال5 حي طاهر كل حرف منها بيتكون من حرفين ثانيهما مد يمد مد طبيعي. ولخص الإمام الشاطبي أحكام الفواتح 14 في بيتين بقوله: ومد له عند الفواتح مشبعا، وفي عين الوجهان والطول فضلا، وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن، وما في ألف من حرف مد فيمطلا. المعنى هنا أن قسم الإمام الشاطبي الأحرف إلى 14 إلى 4 أقسام. الأول ما يمد مد لازم باتفاق ومجموع في حروف سنقص لكم وليس فيها إلا الإشباع فقط. والثاني ما يجوز فيه الوجهان الطول والتوسط، والطول هو المقدم، وهذا في حرف العين في فاتحة الشورى ومريم. والثالث ما يمد مد طبيعي لعدم وجود ساكن بعد حرف المد، وهذا في حروف حي طهر. والرابع ما لا يمد أصلا، وهو حرف الألف لعدم وجود حرف مد يمكن إطالة الصوت فيه. هناك بعض التنبيهات المهمة على باب المدود، وهي لابد من التنبيه عند نطق أسماء الأحرف أو أسماء الحروف على التالي: لابد من ضبط مقادير المدود وضبط ما ينشأ من أحكام مثل الإدغام، الإخفاء، القلقلة. عند الوقف على آخرها كمان لابد من ضبط أزمنة الحروف. وإذا اجتمع في حال القراءة مدان لازمان مثقلان أو مخففان، سواء كانوا كلميان أو حرفيان، يعني مثقل ومخفف كلمي وحرفي، وجب المساواة بينهما ولا يجوز مد أحدهما دون الآخر. ولذلك كان الوجه المقدم في ياء حرف عين هو الإشباع. التنبيه الثاني في فاتحة الشورى: أتت حاميم في الآية الأولى وعين سين قاف في الآية الثانية، أي حاميم على رأس آية وعين سين قاف على رأس آية. فالقارئ هنا بيخير بين أن يصل الآيتين أو يفصلهما، والفصل هو الأولى لأن الوقوف على رؤوس الآية سنة، ولكونه الأيسر والأمكن للقارئ على ضبط مقادير المدود دون نقص. الأمكن للقارئ على الإتيان بالإخفاء الحقيقي مرتين، مرة عند إخفاء النون عند السين،
والثانية عند إخفاؤها عند القاف، وذلك في هجاء عين سين قاف، فنقول عين سين قاف. إذا نأتي بالإخفاءين، إخفاء حقيقي وكل واحد منهم له غنة. التنبيه الثالث في فاتحة آل عمران عند وصل الآية الأولى بالثانية، اللي هو ألف لام ميم، مع الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الميم الساكنة سكون أصلي في ألف لام ميم، عند وصلها بلفظ الجلالة بيصبح هناك التقاء ساكنين، وللتخلص من التقاء الساكنين فلنا في حال الوصل أولا أن نمد الميم 6 حركات وتحريكها بالفتح ووصلها بلفظ الجلالة، أو ننطقها حركتين فقط على سبيل المد الطبيعي وتحريكها بالفتح ووصلها بلفظ الجلالة. أما إذا وقفنا على ألف لام ميم فبنقف بالميم ب6 حركات فقط. طيب الفتح في الميم ده نتيجة للتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لماذا اخترنا الفتح بالذات؟ لأن خفة النطق بالفتحة والتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لنا عند قراءة الآية، وصل الآية الأولى بالآية الثانية في آل عمران، لنا فيها مد الميم 6 حركات مع فتح الميم الأخيرة، ومد الميم حركتين فقط مع فتح الميم الأخيرة ووصلها بلفظ الجلالة. عند اعتدادنا بأنها 6 حركات وتحريكها بالفتح، وبالتالي يعني اعتدينا بالحركة الأصلية وهي السكون فمديناها مد لازم حرفي. أما لو خدنا إن هي بتمد حركتين فقط وتحريكها بالفتح فهذا لم يعتد بالسكون الأصلي وبيكون من باب المد الطبيعي. والوجه المقدم في الأداء هو الوصل 6 حركات. المقدم في ال3 أوجه من الفصل والوصل بأوجهه هو الفصل مع المد 6 حركات، وذلك لأن الوقوف على رؤوس الآي بيكون سنة. إذا تلخيص الأحرف النورانية: ما كان هجاؤه حرفين، وما كان هجاؤه 3 أحرف. ما كان هجاؤه حرفين ثاني وهما حرف مد، وجاء في مجموعين في حي طهر وهذا مد طبيعي حرفي. ما كان هجاؤه 3 أحرف ليس أوسطها حرف مد وهو الألف لا مد فيها، أو أوسطها حرف مد في سنقص لكم، ومنها المدغم المشدد في ألف لام ميم وألف لام ميم راء، ومنها غير المدغم وغير المشدد في قاف وياسين. وما كان هجاؤها 3 أحرف أوسطها حرف لين وهو العين، ولنا فيها وجهان: هو الإشباع والتوسط، والإشباع هو المقدم في الأداء، وذلك في فاتحة الشورى في عين سين قاف، وفاتحة مريم في كاف ها يا عين صاد.